قبل ما ابدا عاوز اقول لكم وحشتوني جدا يا ابطال. رجعت لكم بالحلقه ال 66 من حكايه ييتشن الامبراطور الاقوى. فلو ما شفتوش الحلقات اللي فاتت روحوا شوفوها الاول عشان تفهموا باقي الاحداث، وصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نكمل باقي الحكايه. وييتشن وتشونج جيانج بيشوفوا الاخت الصغرى وهي ماشيه، وتشونج جيانج بيسال ييتشن وبيقول له يا ترى تفتكر قد ايه المده اللي تاخدها الاخت الصغرى؟ وييتشن بيقول له ما اعرفش بالظبط قد ايه. وتشونج جيانج بيقول له ان في الحقيقه الاخت الصغرى بتفكر فيه برضه، لان بعد كل شيء مستوى زراعته مبقاش يتحمل. وييتشن بيطمن على مستوى زراعته، وتشونج جيانج بيقول له كويس، وان يان هوانج لسه ما تمش توحيدها، وعلشان كده ما ينفعش يموت دلوقتي علشان مش هيقدر يقابل معلمه واخوه الاكبر، فلازم يستحمل لغايه ما يتم توحيدها. وييتشن بيقول له ما تقلقش، اكيد هيتم توحيد يان هوانج من تاني، وانه اول ما يوحد يان هوانج من تاني هيقدر يرجع لطائفه هنجي. وتشونج جيانج لما بيسمع كلام ييتشن بيسكت، وبكل حزن بيقول في نفسه انه كان بيفكر في الموضوع لفتره طويله، وانه بس مستني يتم توحيد يان هوانج وبعدها يقول له كل حاجه. وبكل حزن بيقول في نفسه انا اسف ايها الشاب. وبعد كده ييتشن بيروح علشان يتدرب، وبيطلع كيس التخزين، وبيطلع حبايه من كيس التخزين علشان يقدر يخترق لمستوى اعلى. والتنين لونج بيتريق عليه، وبعدها بيقول له انه حتى لو كان عنده دنهاي ودم الشيطان ودم التنين والجسم المقدس القديم، فهينفجر جسمه لو حاول يخترق بالقوه عالم الروح. وييتشن بيقول له ما عندناش وقت وهنبدا الحرب دلوقتي، ولو قدرت توصل لعالم الفراغ والعالم السفلي فهتزداد قوته القتاليه بشكل كبير جدا اكيد. والتنين لونج بيقول له انه عنده القدره على قتل وهزيمه عوالم شبه السماء من غير جنرال الموت ولا تقنيه العجله الخالده المحظوره، وبالطريقه دي هيكون عنده فرصه للفوز. وييتشن بيقول له على اي حال لازم احاول، ولو كان بامكاني اكتمال التقدم والاختراق، وبياكل كل الحبوب اللي معاه. وبيكمل كلامه بيقول وقتها هيكون معايا بطاقه رابحه وهقدر اهزم يان هوانج في المعركه الحاسمه، ولو ما عملتش كده فيان هوانج هتخسر، لازم افوز باي طريقه. وبيبدا ييتشن يصرخ، والتنين لونج بيقول له انت مجنون، انت مجنون فعلا. وفي قاعه يان هوانج الرئيسيه الاخت الصغرى بتوصل لتشونغ كوي وبتساله وبتقول له هل انت فعلا مش مهتم؟ وتشونغ كوي بيضحك وبيقول لها يعني انت عاوزه مني استسلم ليان هوانج؟ طب ايه رايك بقى تستسلموا انتوا لتيان هوانج؟ والاخت الصغرى بتقول له لو كان المعلم لسه هنا. تشونغ كوي وقتها قبل ما تكمل كلامها بيتضايق جدا وبيقول لها انت لسه بتقولي نفس الكلام، ما تقوليليش عنه، انا مش كويس زي تشونج يان، فانا اكتر ملائمه علشان اكون انا الحاكم المقدس ليان هوانج، ولكن تشونج يان ما قامش بنال الحكم ليا، ودلوقتي انا الحاكم المقدس لتيان هوانج المسيطر على شيلينج، والمعلم ما ادانيش ده ولكن انا سيطرت عليه بنفسي، ودلوقتي انا عاوز كل حاجه، ليه لازم عليا ارجع ليان هوانج واقابل تشونج جيانج؟ الاخت الصغرى وقتها بتكون ساكته ومش عارفه ترد على اخوها الاكبر تشونج كوي، وبكل حزن بتقول له سامحني بس يا اخويا، وبتستاذن منه علشان تمشي. وتشونغ كوي بيقول لها طالما ان الاخت الصغرى هنا فبلاش تكوني مستعجله عشان ترجعي، وبيضحك ضحكه شريره. والاخت الصغرى بتقول له تقصد ايه؟ وتشونغ كوي بيقول لها انا قابلتك بعد فتره طويله فتقدري تقعدي معانا لكام يوم. ورجاله تشونغ كوي بيحضروا في المكان، والاخت الصغرى بتقول في نفسها ان كلهم في عوالم شبه السماء ومش هتكون قادره تتغلب عليهم. وتشونغ كوي بيكمل كلامه ويقول اول ما اسيطر على يان هوانج واحصل عليها عيلتنا هترجع من تاني. وعند ييتشن بقى بيكون لسه بيخترق، وهوب طاقه ييتشن بتنفجر في المكان كله، وكل اللي في الطائفه بيتصدموا لما بيلاحظوا ضغط القوه ده ومش بيكونوا عارفين اللي بيحصل. وتشو كانج زونج وتشو لينجيو بيعرفوا ان ييتشن قام بالاختراق، وعند جو سانتونج وويا بيكونوا مصدومين جدا وبيقولوا على ييتشن انه مجنون جدا، لان الموضوع كان المفروض ياخد منه اقل حاجه 6 شهور ولكنه في اقل من يوم قدر يخترق. وويا بيقول لجو سانتونج ان اختراق العالم بالقوه اكيد هيسيب له اضرار، صح ولا ايه؟ برضو نروح بقى عند ييتشن اللي بيكون فرحان جدا، وده لانه قدر يخترق، وفجاه الرعد السماوي بتاع ييتشن ونار الحقيقه بيظهروا، ويان هوانج بيلاقوا ان في كارثه سماويه تحصل، وجو سانتونج بيقول انه لو ما قدرش يتغلب على المحنه السماويه هنا فهتعاني يان هوانج باكملها. وويا بيقول استعد علشان نهرب لان رعد المحنه السماويه مش هزار خالص. وعند تشو لينجيو بتسال تشو كانج زونج عن اللي بيحصل، وتشو كانج زونج بيقول لها ان المحنه السماويه لسه موجوده ولكن دلوقتي تم ختمها عن طريق الشخص اللي تجاوز المحنه. تشو لينجيو بتتوتر اول ما بتعرف ان المحنه السماويه كانت مختومه، وتشو كانج زونج بيقول ان الطفل ده لا يمكن التنبؤ بيه دايما وكل مره بيفاجئني. وعندي ييتشن وتنين لونج، والتنين لونج بيقول له عدى من 3 شهور ل5 شهور بس من وقت ما قدرت تخرج من الثقب الاسود ومستواك طلع من عالم اليانج الحقيقي لعالم الفراغ السفلي الحقيقي، انت فعلا محظوظ جدا. وييتشن بيقول له تبا ليك يا عم، يعني انا بيطلع عيني وبتعب جدا وقدرت اخترق بنجاح وتيجي انت وتقول حظ، هو انت ما شفتش ولا ايه ان ردة الفعل العنيفه الاولى
التانية كانوا هيقتلوني. فالتنين لونج بيضحك وبيقول له انت مجتهد فعلا وعندك قدرات كتير، ولكن الشيء الاكثر اهميه في القدره على التقدم بالقوه المره ديت هو في الحقيقه ان القوه الغامضه اللي قامت بقمع داتشو بتضعف تدريجيا. وده اللي بيفاجئ يتشن جدا وبيستغرب منه وبيقول له بتضعف تدريجيا؟ هل تقصد دلوقتي ان تشو العظيم ممكن يكون عندها راجل قوي في عالم السماء دلوقتي؟ والتنين لونج بيقول له مش بس العالم السماوي بل حتى عالم الامبراطور والعالم المقدس، وان ده ممكن جدا. وانا بصراحه ما اعرفش السبب، لان القوه بتضعف ببطء، وده اللي بيخلي من السهل على موارثي فنون القتال في داتشو انهم يتقدموا اكتر من الاول. وان في طائفه زينج يانج في 2 اتقدموا لعوالم شبه السماء. يتشن وقتها بيتصدم وبيقول له 2؟ تبا فعلا انا وصلت دلوقتي لعالم الفراغ واتصرفت بغرور جدا، ولكن على اي حال انا لا اقهر في عالم السماء، وان ده كويس لان حتى في عالم الامبراطور والعالم المقدس فهقدر اوصل لهم قريب، وان بعد كل ده انا لسه صغير. فالتنين لونج بيضحك وبيقول له صاحب الجسم المقدس القديم السؤال بتحدى السماء هو لسه صغير؟ يا لهوي على النكته، انا مش قادر من الضحك بجد. صح، بالمناسبه المره ديت هتكون محنه سماويه مختلفه تماما، والمفروض تسميها من دلوقتي بدل محنه سماويه عقاب سماوي. وده علشان المحنه السماويه المره دي جت لي مختلفه، لان دلوقتي معاك سؤال بتحدى السماء. ويتشن بيقول له يا عم بطل تخوفني، انا هقاتل تيان هوانج بكره. والتنين لونج بيقول له انا مش بخوفك، انا بقول لك على اللي هيحصل، وان صاحبتك اللي فاتت لما كانت بتمر بالعقاب السماوي من السماء والعالم السفلي قبل كام يوم بس جذب الطائر الفاينق الرعد وكانت هتموت. ويتشن بيقول تبا ده سريع جدا، هل جي نينج شوانج اتقدمت برضه للعالم السفلي؟ والتنين لونج بيساله بيقول له هو انت فاكر نفسك محظوظ جدا علشان قابلت كنوز كتير في الايام دي، واجهت برضه الكثير من الفرص وكان رعد الفينيكس مسيطر جدا. ويتشن بيقول له لازم اول حاجه اعدي من العقاب الحكامي واروح لزينج يانج واشوف اللي بيحصل، بس تعرف كويس جدا ان جي نينج شوانج كانت هتخسر روحها. والتنين لونج بيتضايق جدا وبيقول له يا عم اعمل حساب لميتين انا قاعد في زينج يانج مختوم، انت مش معبرني ليه؟ ويتشن بيضحك وبيقول له انه لو مش مختوم هناك ما كانش هيعرف كل الاخبار ديت. والتنين لونج بيتضايق جدا وبيقول له انا هقتلك بنفسي يا غبي. ويتشن بيضحك وبعدها بيقول له مش هيكون افضل لو خرجت العقوبه الحكاميه ديت خلال المعركه مع تيان هوانج؟ والتنين لونج بيقول له انت شرير جدا لان ده بالفعل كافي للقضاء على تيان هوانج. وبعد كده يتشن بيخرج السلاح السحري اداله شن وبيخزن فيه العقوبه السماويه لغايه ما يجي الوقت المناسب علشان يقدر يستخدمه ويطلق العقاب السماوي مره واحده. وبيضحك وبيكمل انا ما اعرفش لو كان شعب تيان هوانج كافي بالنسبه لي علشان اواجه المشكله ديت، وبيخزن كل الطاقه في اداله شن لغايه ما اداله شن بيشبع بالطاقه. وبعدها بيقول ايوه ده من دلوقتي مش شكل واحد حديد وخلاص. وفي الوقت ده بيجي تشونج جيانج ويتشن بيسالوا عن الناس ولو كانت الاخت الصغرى رجعت من تيان هوانج، وتشونج جيانج بيقول له ما رجعتش وانها دلوقتي محتجزه هناك. تبا انا كنت عارف ان تشونج كوي هيعمل كده، ما كنتش اتوقع انه هيكون بالقذاره ديت. وبيكمل ضخ الطاقه في اداله شن وبعدها اداله شن بيبقى اكبر. ويتشن بيقول ايوه كده وبيقول لتشونج جيانج خلي الكل يتجمع في جبل يان هوانج علشان نستعد لان جه وقت الحرب. وبيتم تجميع شعب يان هوانج بالكامل وكلهم بيحيوا الحاكم المقدس. ويتشن بيقول لهم ان تيان هوانج ما عملت لناش اي حساب وبيحتجزوا مبعوثتي الخاصه واللي راحت تناقش معاهم السلام. الكل وقتها بيصيحوا وبيقولوا تدمير تيان هوانج واعاده المبعوث وبيكرروا الجملتين دول بس. ويتشن بيقول لهم اتبعوني، والحاكم المقدس يتشن بينطلق هو وجيش يان هوانج بالكامل ومعاه العائلات التانية اللي انضموا ليان هوانج واللي بيكرروا جمله واحده بس توحيد يان هوانج. وحرفيا جيش يان هوانج بيكون مغطي السماء كلها وفي 2 بيشوفوا الجيش وواحد منهم بيقول للتاني هل ده هو سيلف تيان زونج؟ وبيكون قصده على شوكانج زونج لما بيشوفوا وسط جيش يان هوانج وبيقول ان في الكثير من الناس هو ايه اللي بيعملوه. والشخص التاني بيرد عليه وبيقول له شكل ان جيش يان هوانج متوجه لتيان هوانج، وشكل كده ان مشهد يان هوانج واجتياح الجيش هيتم السيطره على شيلينج من تاني. قد ايه من السنوات عدوا ما كنتش متوقع ان اشوف جيش يان هوانج بيخرج مره تانيه، ده فعلا يستحق كل العناء. وفي مكان تاني عند واحده من العائلات واللي هي لسه ما انضمتش ليان هوانج بيسمعوا صيحات الجيش بتوحيد يان هوانج. فالعجوز ده بيسال الاميره لو كان لازم عليهم يروحوا يساعدوا، والاميره بتفكر شويه وبعدها بتقول له ما ينفعش ما نقدرش نعمل كده. فالعجوز ده بيقول لها ان الفرصه دي مش هتيجي مره تانيه، والاميره بترد عليه وبتقول له لو خدنا الخطوه ديت فالسلاله القاتله هتنضم برضه للمعركه. والعجوز بيقول تبا انا نسيت ده خالص. نرجع بقى لجيش يان هوانج ويتشن بيقول لتشونج لي يقوم بتدمير مجموعه النقل الاني اللي في مدينه شرق شيلينج، وتشونج لي بيقول له مفهوم وعلى طول بيطلع من معاه يشم واليشم ده بيدمره. هون سي بيستقبل الاشاره من تشونج لي وهون سي بيفهم المطلوب منه وعلى طول بيبدا في تدمير مجموعه النقل الاني. في
نفس الاثناء اللي جيش يان هوانجا بيكون مكمل في مسيرته. نروح بقى عند جبل روح تيان هوانجا، وبيكون في 2 من الشيوخ تبع طائفه تيان هوانجا بيكونوا مش عاوزين القتال ولا عاوزين الحرب، لان القتال بين يان هوانج وتيان هوانج ملوش اي لازمه. وواحد تاني بيرد عليه وبيقول له هيكون الموضوع رائع فعلا لو قدرنا نتفاوض على السلام. في الوقت ده جيش يان هوانج بيوصل وبيرفعوا علم احمر قدام شعب تيان هوانج بالكامل، ويتشن معاه كل القاده والجيش كله من وراه بينده على تشونغ كوي وبيقول له يسلم الاخت الصغرى، ولو حصل لها اي حاجه فانا وقتها مش هقدر اسامحك ومش هرحمك. وتشونغ كوي بيظهر وبيسلم على اخواته تشونج جيانج وتشونج لي، وبيكون واقف هو وشيوخ تيان هوانج ومن وراه جيش تيان هوانج بالكامل، وبيقول لهم ما تقلقوش الاخت الصغرى ضيفه عندي وهعتني بيها كويس جدا، ولما اقوم بتوحيد يان هوانج هبعتها لموطنها من تاني. تشونج جيانج وتشونج لي بيضايقوا جدا وبيقولوا له انت مش مكسوف من نفسك ولا ايه؟ وجو سانتونج بيقول لي تشن ان الدفاع عندنا مش قوي جدا، وان عند تيان زونج 6 اقوياء من عالم شبه السماء، ولو بدانا احنا القتال فيان هوانج مش هتقدر تستحمل قدامه. وويا بيقول دلوقتي بس انا شفت ان في حاجز حمايه في جبل روح تيان هوانج، علشان كده تشونج كوي هادي جدا ومش قلقان، ومن الطبيعي انه يعتمد على الحاجز. ويتشن بيكون سامع كلامهم وبيتنهد ومش بيرد عليهم، وبيقول لتشونج كوي باسم حاكم يان هوانج انا هديك فرصه واحده اخيره علشان تستسلم ومش هلومك على اي حاجه في الماضي. تشونج كوي وقتها بيستغرب جدا وبيقول له حاكم هل انت فعلا تستحق تكون حاكم يان هوانج؟ حكم يان هوانج يخصني انا. ويتشن بيستغرب جدا وبيقول له يعني انت عاوز تكون حاكم يان هوانج؟ تمام هديك فرصه نتقاتل 1 ل1. انت عاوز تكون الحاكم المقدس ليان هوانج صح؟ لو فزت هديك خاتم يشمل الامبراطور يان ومنصب الحاكم المقدس ليان هوانج، وكل شيء عن يان هوانج هيكون ليك. وبيحدف له الخاتم وبيكمل كلامه وبيقول له ولكن لو خسرت هترجع ليان هوانج من تاني وتكون شيخ ليان هوانج. ها ايه رايك؟ وجو سانتونج بيقول ليتشن انت مجنون، كان لازم عليك تبلغنا وتستشيرنا في الموضوع ده، والمره دي الرهان كبير جدا. وتشو لينجوي بتقول لابوها ان اقتراح الحاكم المقدس بمثابه الموت، وابوها تشو كانج زونج بيقول لها خلينا نشوف اللي هيحصل. وعند تشونغ كوي واحد من الشيوخ بيقول له وافق على اقتراحه، هو لسه مخترق عالم الفراغ السفلي وبطبيعه الحال مش هيقدر يعمل اي حاجه قدامك، وده لان مستواك اعلى منه. والبنت اللي جنب تشونغ كوي بتحذره وبتقول له خلي بالك لان الواد ده عنده الجرأه يتحداك قدام الكل، فاكيد هو عنده خطه ومخبي حاجه. وتشونغ كوي بيقول ليتشن تشين يو تمام كويس جدا، ولكن لو قربت منك فهيتم قتلي على طول من كل اللي وراك دول. ويتشن بيقول له دي غرامه الشجاعه يا حاكم تيان هوانج، وبيقول لكل اللي معاه يرجعوا لورا لمسافه 300 قدم. والقاده والشيوخ وقتها بيسالوا يتشن لو بيتكلم بجد، ويتشن بيقول لهم نفذوا الامر. الكل يتراجع دلوقتي وبالفعل كله بيرجع وبيتبقى يتشن لوحده، وبيقول لتشونغ كوي ايه انت خايف ولا ايه؟ وتشونغ كوي بيجي قدامه وبيقول له انا اخاف منك بتهزر. ويتشن بيقول له انت لو خسرت مش هتلعب اي حيل صح ولا ايه؟ وتشونغ كوي بيستعد وبيقول له انا تشونغ كوي وانا قد كلامي دايما، وعلى طول بيهجم على يتشن، ويتشن بيفادي هجومه وبعدها بيضحك وبيقول له قوتك مش وحشه. وتشونغ كوي بيستعد وبيطلع سلاح وبيقول ليتشن انا هقتلك اليوم، وبالسلاح ده بيهجم على يتشن، ويتشن بيتحمس وبيقول له رائع جدا وهو كمان بيطلع سيفه. وتشونغ كوي بيهجم بهجوم التنين على يتشن وهجومه ده بيكون قوي جدا، ويتشن بيقول له تمام عاش عليك جدا. وعند تشونغ لي بيسال تشونج جيانج وبيقول له هل يتشن هيقدر يستحمل ولا ايه؟ وتشونج جيانج بيقول له بصراحه مش متاكد. وعند يتشن بيطلع سيوف كتير جدا وبيكون استخدم مهاره فن الرياح الحكامي، وعن طريق المهاره دي بيصد هجوم تشونغ كوي وكمان بيخترق هجومه وبيهجم على تشونغ كوي. وتشونغ كوي وقتها بيصد السيف وبيقول ليتشن انت لسه على قدك، هل انت تستحق فعلا تكون الحاكم المقدس ليان هوانج؟ وبيهجم على يتشن علشان يقضي عليه، ويتشن بيقول له ايوه استحق وانت ما ينفعش تقول لي اي حاجه، وبيطلق العنان لقوته وبيقدر يصيب روح تشونغ كوي وبسبب كده بيتاثر جدا. وعلى طول بعدها يتشن بيهجم عليه من تاني وفي اقل من الثانيه بيكون قدام تشونغ كوي وبيقول له مش انت قلت دلوقتي ان انا ما استحقش اكون الحاكم المقدس ليان هوانج؟ فايه رايك دلوقتي؟ وبيرزعوا لكمه قويه جدا، وويا وجوسان تونج بيكونوا مصدومين جدا من اللي شايفينه ومحدش فيهم قادر يستوعب اللي بيحصل. نرجع ليتشن اللي بيقلب تشونغ كوي كيس ملاكمه، وبعدها بيرزعوا ركله بيطيروا لورا وبيطيح بيه عند جيش تيان هوانج، وشيخة تيان هوانج بتكون مصدومه جدا وبتقول تبا هو الواد ده ايه بالظبط؟ ازاي قادر يعمل كده؟ وبتقول للشيخ اللي جنبها انا قلت لك تشين يو مش بسيط خالص وان في الكثير من الشائعات
عنه الايام ديت، وان حاكم تيان هوانج متهور شويه. والشيخ اللي جنبها بيقول لها ده كتير جدا، هو في المستوى الاول بس، فازاي عنده كل القوه ديت؟ وبعد كده يتشن بينزل يدور على شينغ كوي، ولكن فجاه بيتصدم وبيقول يا نهار ابيض الراجل ده اتجنن ولا ايه؟ وبيظهر شينغ كوي شايل صخره كبيره جدا وبيكون متضايق جدا وبيحدفها على يتشن، وده علشان يقضي عليه. بس يتشن على طول بيطلع سيف الديناصور وبيهجم على الصخره العملاقه ديت بهجوم ثمانيه الخراب، وبيقدر يحطمها بكل سهوله. وبيضحك وبيقول لتشونغ كوي هو ده اخرك ولا ايه؟ تمام خد بقى الهجوم ده مني ليك. وتشونغ كوي بيفادي هجومه بكل صعوبه، وتشو لينجيو وابوها بيكونوا شايفين اللي بيحصل. وتشو لينجيو بتكون مبهوره جدا، وابوها تشو كانج زونج بيسكت شويه وبيقول شكل ان اختيار عيلتي ليان هوانج في اليوم ده ما كانش غلط. والاتنين بيهزروا مع بعض. نرجع لقتال يتشن وهو لسه بيقاتل تشونغ كوي، وتشونغ كوي بيكون بيتصدى ليه، وسيف يتشن بيصيب تشونغ كوي، وسيف تشونغ كوي برضه بيصيب يتشن. وبعد كده الاتنين بيتبادلوا اللكمات وبيبعدوا عن بعض في النهايه. وكل اللي شايفين قتال يتشن بيكونوا مصدومين من قوته، وبيقولوا عليه لو وصل لعالم شبه السماء فما فيش حد هيقدر عليه، وهيكون قوه ساحقه بالنسبه للكل. وتشونغ كوي بيزعل يتشن وبيقول له مين انت بالظبط؟ وده بعد ما تعب جدا، ويتشن بيكون تعب وبيقول له انا رئيسك المستقبلي تشين يو. وتشونغ كوي بغضب بيقول له انت مش هو تشين يو. ويتشن بيضحك وبيقول له قاتل مره تانية ولو فزت هقول لك. وتشونغ كوي بيتضايق جدا وبيحرر طاقته بالكامل وبيستدعي سلاحه السحري وبيضحك وبيقول يتشن شكلك عاوز تموت، تمام اوعى تلومني بقى. ويتشن بيكون مستغرب جدا، والرعد الاحمر بيتجمع عند تشونغ كوي. وتشونغ كوي بيقول يتشن استسلم دلوقتي وانقذ حياتك. وعند تشونج جيانج وتشونج لي بيكونوا قلقانين جدا لان هجوم تشونغ كوي هو العقاب الحكامي السيف السماوي. وعند شيوخ تيان هوانج بالكامل بيكونوا مصدومين جدا لان يتشن اكبر حاكم تيان هوانج تشونغ كوي باستخدام الطريقه المحرمه. وتشونغ كوي بيقول ليتشن لو ما استسلمتش فهتبقى رماد. ويتشن مش بيرد عليه وبيفكر مع نفسه بيقول ان الهجوم ده لو صابه فهيتضرر جدا. وبعد ما بيفكر بتجيله فكره وعلى طول بيستخدم الرعد السماوي وبيستعد وبيقول في نفسه انه عاوز باقصى سرعه يوحد يان هوانج علشان زي من لبس القناع وعاوز يرجع لهنجي من تاني، وبيستعد علشان يستخدم القوس الحكامي. وشيخ تيان هوانج بتستوعب الموقف وبتقول لهم ان حاكم تيان هوانج في خطر ولازم ينقذوه، بس مش بيهتموا الشيوخ وبيكونوا واثقين في قوه تشونغ كوي وبيقولوا للبنت بغض النظر عن النتيجه لو تشونغ كوي خسر فهنقوم بتنشيط تشكيل القتل ونقتل تشين يو. والبنت بتقول لهم لا ما تعملوش كده، ده هو حاكم يان هوانج المقدس، لو قتلناه فما فيش حد منا هنا هيمشي حي، لو كان في قتال بالفعل فمش هيكون عندنا فرصه للفوز حتى بنسبه 40%. والشيخ بيقول لها لازم تقاتلي حتى لو مش هتقدري تفوزي. والشيوخ كلهم بيتفقوا على قتل تشين يو في حاله لو تشونغ كوي خسر، لان ده لو ما حصلش سمعه تيان هوانج هتنزل الارض. والشيخه العجوزه ديت بتكون حاسه ان يتشن هيقوم بكسر العقاب الحكامي لتشونغ كوي، بينما البنت اللي لابسه احمر بتكون ساكته وبتفكر مع نفسها وبتقول عشان ما اكدبش اتمنى ان يقدر تشين يو يفوز لان موهبته وبراعته القتاليه فريده من نوعها، وبصراحه فهو اكتر ملائمه علشان يكون قائد يان هوانج اكتر من تشونغ كوي، وده اللي بيستغرب منه الشيوخ جدا. نرجع لتشونغ كوي اللي بيستعد بسيفه وبيهجم بالسيف ده على يتشن وهو بيقول له طالما انت عاوز تموت فيلا. ويتشن بيستخدم القوس الحكامي وبيضرب سهم الرعد. كل الشيوخ حرفيا بيكونوا مصدومين جدا اول ما بيشوفوا ان سهم يتشن من الرعد السماوي، وهوب الهجومين بيتقابلوا بيسببوا قوه مهوله في المكان. وتشونغ كوي فجاه بيتصدم لما بيلاقي ان الرعد السماوي بتاع يتشن قدر يلغي هجومه وهوب على طول بيصيبه. وقتها شيوخ تيان هوانج بيتصدموا وتشونغ كوي بيتاثر جدا وبيقع من السماء قدام يتشن الطاير، وفجاه يتشن بيحس بألم وعلى طول بينزل على الارض. وشيوخ تيان هوانج وشيوخ يان هوانج بيجوا علشان يطمنوا على يتشن وتشونغ كوي. وتشونغ كوي بيسال يتشن في حاله لو رفض تيان هوانج الاستسلام فايه اللي هيعمله. يتشن بيفكر وبيقول له جيش يان هوانج هيغزو تيان هوانج، وده اللي بيصدم تشونغ كوي جدا. وبعدها الصمت بيعم المكان وتشونغ كوي بيضحك وحرفيا بيضحك بهستيريا، ويتشن بيكون ساكت وتشونغ كوي بيبدا يمشي والشيوخ بيندهوا عليه وبيقولوا له يقف مكانه. وتشونغ كوي بيأمرهم بإلغاء الحاجز علشان ينفذوا اللي اتفقوا عليه، والشيوخ بيستغربوا جدا وفي النهايه بيفتحوا بوابه الجبل. وتشونغ كوي بيقول لهم يستعدوا علشان يحتفلوا بيان هوانج من تاني، والشيوخ وقتها بيفرحوا جدا لان اخيرا هيرجعوا ليان هوانج تاني. وتشونج جيانج وتشونج لي بيكونوا مستغربين جدا من موافقه تشونغ كوي، وتشونغ كوي بينده على تشونغ جيانج وتشونج لي وبيقول لهم تعالوا بسرعه. والاخت الصغرى وقتها بتظهر وهي بأتم صحه، وتشونغ كوي بيقول لها انا كنت مستنيك
اختفيتي فتره طويله. وييت شن وتشونج جيانج وتشونج لي بيكونوا مستغربين جدا ومش بيكونوا فاهمين اي حاجه، والاخت الصغرى بتقول لهم انها كانت مراهنه مع تشونج كوي، فبيستغربوا جدا ومش بيكونوا فاهمين برضو. والاخت الصغرى بتضحك. وتعالى معايا بقى فلاش باك الايام اللي فاتت، وتحديدا قبلها بيوم واحد بس. الاخت الصغرى بتقول لتشونج كوي هو انت فاكر انك لو حبستني هنا هتقدر تفوز ضد يان هوانج ولا ايه؟ وتشونج كوي بيقول لها على الاقل يان هوانج هتخسر واحد من عالم شبه السماء اللي هو انت يعني. والاخت الصغرى بتقول له تفكير طائفه يان هوانج طفولي جدا، انتوا عندكم اجمالي 7 عوالم شبه السماء وبعيد عني انا بقى، فيان هوانج عندها 7 غيري وهم في المستوى التاسع من عالم شبه السماء واللي اخترقوا من قريب، وفي تاني في المستوى الثامن شعبك تيان هوانج بيتجولوا في منطقه يان هوانج بتاعتنا، انت ما لاحظتش ولا ايه؟ وبتساله وبتقول له هل تقدر تتنافس مع المزيد من الناس والقوه القتاليه؟ تشونج كوي وقتها بيسكت شويه وبيفكر وبيسال الاخت الصغرى وبيقول لها هو انت فاكره اني انا تشونج كوي خايف من الموت ولا ايه؟ وبيطلق العنان لقوته وبيكمل كلامه وبيقول ان تيان هوانج لمئات السنين والاف من معارك كبيره وصغيره قوتي كانت بتنمو وكنت دايما بفوز. والاخت الصغرى بتقول له يا لك من بطل، انت مهيب جدا، كويس انك بتضرب الباقيين، انت شجاع جدا لما بتضرب شخص تاني. وتشونج كوي بيقول لها انا من تيان هوانج مش يان هوانج. والاخت الصغرى بتضحك وبتقول له مش مهم لو كنت مش بتعترف بده بنفسك، ولكن بالنسبه للاشخاص اللي خرجتهم من يان هوانج ايه نظامهم؟ هل سبق ليك وسالت شعب يان هوانج اللي خرجتهم من يان هوانج بعد مئات السنين لو كانوا عاوزين يرجعوا للبيت من تاني يرجعوا ليان هوانج؟ السبب وراء متابعتهم ليك ضد يان هوانج هو انهم مخلصين ليك جدا، مش علشان بيكرهوا يان هوانج فعلا، انت مش عاوز ترجع وهم كمان مش هيرجعوا لان كلهم بيتبعونك، وعلشان السبب ده هم بيعترفوا بيك كرئيس ليهم وهيبقوا معاك في الحياه والموت. وبتساله وبتقول له طب انت بالنسبه لك ايه؟ هل عندك القلب فعلا علشان تشوف جثثهم مرميه في كل مكان ولا مش هتقدر؟ تشونج كوي بيسكت شويه وبيفكر مع نفسه وبيقول انا ما اعتقدش اني سالتهم ابدا قبل كده لو كانوا عاوزين فعلا يرجعوا. والاخت الصغرى بتقول له في الحقيقه انا ما عنديش وش للتحدث معاك، وانا قلت برضو في البدايه اني مش هرجع ليان هوانج وفي النهايه رجعت ليان هوانج. وقبل ما تكمل كلامها تشونج كوي بيسالها وبيقول لها سمعتي ان انت وتشونج جيانج قتلتوا 3 من اشباه العوالم السماويه وهم من قاعه الدم؟ وبيضحك وبيكمل كلامه وبيقول الغبي ده تشونج جيانج في العادي بيكون منافق جدا، ولكني ما توقعتش انه يخاطر بحياته بس علشان ترجعي ليان هوانج. والاخت الصغرى بتقول له مين قال لك انهم 2 ضد 3؟ احنا كنا 3 ضد 3. وده اللي بيفاجئ تشونج كوي جدا وبيسالها وبيقول لها منين جه عالم شبه السماء الثالث؟ والاخت الصغرى بكل ثقه بتقول له من المؤكد انه الحاكم المقدس تشين يو هو عنده القوه اللي قتل عالم شبه السماء، وانت يا تشونج كوي مش هتكون قادر تكون خصمه. كلامها ده اللي بيصدم تشونج كوي جدا وبيسالها وبيقول لها هو انت فاكره ان انا الحاكم المهيب لتيان هوانج ما اقدرش اهزم شخص في عالم الفراغ الروحي؟ طب اختي الصغرى ايه رايك نعمل رهان؟ والاخت الصغرى بتستغرب جدا وبتقول له رهان؟ وتشونج كوي بيقول لها لو كان عنده الشجاعه بس يتحداني فانا وقتها هعتبر نفسي خسرت وهرجع للبيت معاكي، هرجع ليان هوانج. نرجع بقى في الوقت الحاضر. الاخت الصغرى بتضحك وبتقول لتشونج كوي لازم عليك تتقبل الموضوع المره ديت، انت خسرت رهانين ورا بعض، لا وكمان هزمتك برضو. وتشونج كوي بيقول لها ياه هزمتيني؟ خليني اوريكي مدى قوتي. وكلهم بيضحكوا مع بعض والاخت الصغرى بتكون فرحانه جدا وبتقول في نفسها يان هوانج اتحدت من تاني، تم توحيد يان هوانج مره تانيه. معلمي انت شايف ده ولا لا؟ نروح بقى عند قصر الامبراطور في مدينه يان هوانج. بعد ما تم توحيد يان هوانج كلها كل القاده والشيوخ بياخدوا بركه الاسلاف وبيصلوا على ارواح اسلافهم، ويتشن بكده قدر يحقق المستحيل وقدر يوحد يان هوانج مره تانيه. وفي الاثناء دي تشونج كوي بيبص ليتشن من ظهره وبعدها بيقول له بقول لك ايه ايها الامبراطور المقدس، تم توحيد يان هوانج دلوقتي واحنا ما نعرفش حتى ازاي شكلك، فده مش غريب شويه ولا ايه؟ وجو سانتونج بيقول له ايوه صح انا عاوز اشوف وشك الحقيقي. ويتشن بيقول لهم علشان ما اكدبش عليكم انا زهقت من القناع ده برضو. ويتشن اخيرا بيشيل القناع وبيكشف عن شكله قدام الكل. تشونغ كوي وقتها بيتصدم اول ما بيشوف شكل يتشن وشه، وهو وتشونغ ليه بيفتكروه المعلم بتاعهم. وتشونغ كوي بيمسكه وبيقول له انتوا ليه شبه بعض جدا كده؟ انت غيرت وشك ولا ايه؟ وتشونغ ليه بيسال تشونج جيانج وبيقول له هو انت عارف ده من بدري؟ طب ليه ما قلتش؟ وتشونج جيانج بيقول له انت ما سالتش علشان اقول لك. ويتشن بيقول لتشونغ كوي يا عم انا قلت لك شكلي كان كده دايما من وقت ما كنت طفل، فسيب وشي بقى. وتشونغ كوي برضه بيكون مصدوم وبيقول ايه ده انتوا شبه بعض بالظبط. ويتشن بيهزر مع تشونغ كوي وبيحط ايده على كتفه وبيقول له تفتكر لو كنت شلت القناع اثناء التحدي الفردي في الليله اللي فاتت هل وقتها تخاف ولا ايه؟ وتشونغ كوي بيقول له ده مش الحال يا ابني، والاتنين بيضحكوا مع بعض. وفجاه تشونغ كوي بيفتكر حاجه
كده، وعلى طول بيمسك ايد تشين وبيقول له انا قلت اني حاسس دايما اني نسيت حاجه معينه، انت مش هو تشين يو، انت مين بالظبط؟ ويتشن بيقول له انت ليه متحمس جدا كده؟ انا خلعت قناعي ولسه ما عرفتنيش؟ لازم اقول لك اسمي يعني؟ اسمي هو يتشن من طائفه هنجي اللي في جنوب تشو، وده اللي بيصدم كل القاده والشيوخ جدا وبيكونوا مستغربين جدا. وتشون غيكوي بيقول له انت الشخص من طائفه هنجي، الشخص اللي قدر يهزم لوحده جسد الروح الغامض، وانت برضه قديس الكيمياء تشين يي، صح ولا ايه؟ ويتشن بيقول له ايوه بالظبط انا هو. وتشون غيكوي بيقول له ازاي انت المفروض ميت؟ ويتشن بيضحك وبيقول له انا محظوظ. بس في الوقت ده الاخت الصغرى وتشونج جيانج بيبصوا لبعضهم وشكل كده في حاجه، وعلى طول الاخت الصغرى بتنزل على الارض، هي وتشونج جيانج بينزلوا على الارض على ركبتهم وبيقولوا ليتشن احنا اخطأنا في الانتظار، من فضل الحاكم المقدس عاقبنا. ويتشن مش بيكون فاهم حاجه وبيروح لهم بسرعه وبيقول لهم لو كنتوا غلطانين فمش هتركعوا كده، يلا قوموا انتوا الاثنين، ما ينفعش تركعوا. وتشون غيكوي مش بيكون فاهم وبيقول لهم في ايه مالكوا، والصمت بيعم المكان، والاخت الصغرى بتدي حاجه ليتشن ويتشن بياخدها وهو ساكت وعلى طول بيكسرها علشان يظهر عن طريقها وبعدها كل المعلومات عن طائفه هنجي اللي تم جمعها عن طريق الاخت الصغرى. والمعلومات دي بتقول ان تلميذ يتشن هاو الصغير تم حبسه في قفص الكلاب وتعرض للشمس لمده 9 ايام و9 ليالي، وبعدها تم القائه في بحر الجثث المدفونه. وهو تنج اتصاب بكسر في رجله وتم قطع اوتاره، وده اللي هيخليه مش قادر يمشي بقيه حياته، وتم اقتلاع عيون شيون والقائها في غابه الوحوش، وتمت مطارده لي يوي ونانجو وانج ومكان وجودهم مجهول. ورئيس الطائفه يانج دينجتيان بعد ما استقال من رئيس طائفه هنجي تم ثقب صدره ومكان وجوده مش معروف برضه، وتم تسمير بانجيدا شوان لغايه الموت على الجرف القديم بالرمح، وتم اطلاق النار على سيد طائفه هنجي داوكسوان وده عن طريق سهم، وما تمش تاكيد لسه لو كان عايش او مات. وفينج عضو في طائفه هنجي برضه تم قطع دراع من دراعاته عن طريق السيف. يتشن وقتها لما بيعرف كل اللي حصل ده بيكون ساكت، وتشون غيكوي والاخت الصغرى وتشونج جيانج بيكونوا ساكتين. وبنكمل اخبار هنجي، وتم مطارده تشولينج اير وده علشان يقتلوها، والشيخ زيفو اتصاب بالشلل واتدهورت ذراع جسمه بالكامل. يخرب بيت ام السواد اللي حصل في هنجي. تشولينج بتقول شكل ان تشونج جيانج والاخت الصغرى حجبوا المعلومات مع انهم عارفين ان ده هو يتشن، مش ده كتير جدا عليه ولا ايه؟ وابوها تشوكانج زونج بيقول لها انت ما تعرفيش الوضع، اكتر من 50% من القوات الموجوده في جنوب تشو هم اعداء يتشن، ولو كان عرف المعلومات دي في وقت سابق مع مزاجه ده فهو على طول هيرجع لجنوب تشو. ده بعيد عن وضع يان هوانج في الوقت ده، حتى يان هوانج اليوم لو قاتل بتهور فهو بيدور عن موته. فبعد كل شيء تشونج جيانج والاخت الصغرى كانوا بيحموا يتشن. نروح بقى عند الاخت الصغرى اللي بتقول ليتشن ان تم حجب المعلومات عن طريقنا، ولو الزمن رجع من تاني كذا مره فهنعمل ده برضه. والاتنين بيعتذروا ليتشن وبيكون شكل يتشن غضبان جدا ولكن بيهدي نفسه وبيروح للاخت الصغرى وبيمسك ايدها وبيمسك ايد تشونج جيانج برضه وبيطمنهم وبيقول لهم هما الاثنين ان لو يتشن ما قدرش يشوف العمل الشاق اللي قمتوا بيه انتوا الاثنين فما يستحقش تعملوه كده، شكرا جدا ليكم. وبعدها يتشن بيتنهد وبيقول لهم الكل يجهز نفسه، وبكل غضب بيقول لهم الكل يتبعني دلوقتي للجنوب. ويتشن كده خلاص مش شايف قدامه. وبس كده خلصنا. لغايه هنا بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا، وفي الحلقه الجايه هنشوف انتقام يتشن. وبس مش هحرق عليكم بقى الاحداث، لو لسه ما اشتركتش انزل اشترك بسرعه، ولو ما عملتش لايك اعمل لايك بسرعه، ولو ما عملتش شير اعمل شير بسرعه عشان الحلقه الجايه هتكون دمار وحرب شامله. وبس كان معكم تركي، اشوفكم الحلقه الجايه، يلا قمر، سلام سلام سلام.